هكذا اختفت طائرة بشار الأسد عن الوجود. تحطمت الطائرة، قصفت الطائرة، ولكن كل اللي عرفناه أنه حسب الرادارات اللي رصدت طائرته عن مغادرته مطار دمشق الدولي وتتبع حركة الطيران، غادر من دمشق ووصل إلى حمص. عند مدينة حمص قامت الطائرة بالالتفاف، ومن بعد فقد الاتصال يعني الرادار توقف. هل قصفت الطائرة؟ هل ما بنعرف نحن شو اللي صار، ولكن بيضل السيناريو اللي صار مع الرئيس الإيراني مؤخرا لما قتلوه. هو جاي من بعتقد كازاخستان أو شي دولة هيك تقريبا. نفس القصة قاموا ممكن هذا الشيء، وممكن حتى ممكن مات عصر يوم الجمعة أثناء إطلاق نار في القصر الجمهوري. حدثت اشتباكات، وممكن هذا الشيء، وممكن يكون مات أسقطت الطائرة، وممكن أخفيت الطائرة ليذهب إلى مكان مجهول. هذا كل شيء لحد هاي اللحظة. الحمد لله، تحية لكم ألف. الحمد لله على الثورة اللي قادتنا إلى هذا المكان، سوريا الجديدة، سوريا الحرة، سوريا الديمقراطية. الحمد لله يا أحرار، أصبحتم أحرار، أصبحتم الحمد لله لسوريا، الحمد لله لكل من ساعد سوريا. هذا تحية لكم. نرجع لكم إلى اللقاء.